السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن واحدة من الفحوصات السهلة جدا في الأشعة، وهي أشعة الساق أو الليج إكس راي. هنعرف مع بعض إيه هي أشعة الساق وليه بنعملها والأوضاع الأساسية الخاصة بيها. صلى على النبي كده ويلا بينا نبدأ. قبل ما نعرف كالعادة إيه هي أشعة الساق، خلينا نعرف إيه هو الساق ده أصلا. الساق هي الجزء اللي ما بين مفصل الركبة من فوق ومفصل الكاحل من تحت، وبتتكون من عظمتين أساسيتين. أول عظمة وهي عظمة التibia، ودي العظمة الكبيرة اللي شايلة وزن الجسم. وتاني عظمة وهي عظمة الفيبولا، وده العظمة الرفيعة اللي بتبقى جنب التibia وبتساعد على تثبيت الكاحل. كمان في مفاصل مهمة زي ما قلنا مفصل الركبة من فوق ومفصل الكاحل من تحت، وبالتالي أي كسر أو إصابة في العظمة دي أو المفاصل ديت ممكن نحتاج نعمل لها أشعة. طيب بعد ما عرفنا إيه هي الساق وتشريحها، خلينا نعرف بقى إيه هي أشعة الساق. هي عبارة عن صورة أشعة بسيطة بالإكس راي بتورينا شكل العظمة دي والمفاصل اللي بتكونها الساق. بتساعدنا نعرف إذا كان في كسر أو شرخ في العظم، أو لو في التهابات أو أورام، أو إذا في مشاكل في المفاصل زي الانزلاق أو التشوهات. إمتى بقى بنطلب الأشعة دي؟ بنطلبها بعد أي إصابة مباشرة للساق زي السقوط أو حادث، أو لو المريض عنده ألم مستمر في الساق ومش عارفين إيه السبب، أو علشان نشوف أو نتحقق من كسور العظمة ديت. ورابع حاجة وهي المتابعة بعد العمليات أو التثبيت الجراحي. آخر حاجة في الفيديو ده هنعرفها وهي الأوضاع الأساسية في أشعة الساق. أول وضع هو وضع الإي بي. في الوضع ده أنا بفرد الساق كلها، يعني مش بتنيها خالص أو مثلا بعمل لها انحناء، لأ، الساق بتكون مفرودة تماما. والأصل دايما في العظام الطويلة إن أنت بتجيب المفصلين اللي بيبقى فوق وتحت مع بعض في صورة واحدة. طب لو مثلا ما قدرتش تجيبها، يبقى انت لازم تسأل المريض اذا كان الوجع مثلا اللي هو حاسس بيه هل هو قريب من المفصل، يبقى انت تجيب المفصل ده كله مع نص الساق. يعني مثلا لو هو عنده ألم قريب من مفصل الركبة، فانت بتصور او بتجيب الركبة كلها مع نص الساق. ولو مثلا الوجع قريب من الكاحل، فانت بتجيب الكاحل كله مع نص الساق. طب لو كانت مثلا الوجع في نص العظم بالظبط، يبقى انت هتجيب المفصل اللي تحته اللي هو مفصل الكاحل مع نص الساق، وهكذا. الوضع التاني lateral view، ده برضو هنا في الوضع ده المريض بينيم رجله على الجنب. طيب انهي جنب؟ هو بينيم على الجنب بحيث ان تبقى الركبة بعيدة عن جسمه، بيحطها على الجنب اللي هو بيخلي الركبة بعيدة عن جسمه. وزي ما احنا عارفين مفيش فحص الا لما يكون ليه وضعين اساسيين، اي بي ولاترال او بي اي ولاترال، على حسب ايه الفحص اللي انت بتصوره. ليه؟ لان ممكن الكسر يبان مثلا في وضع واحد وما يبانش في الوضع التاني، او العكس صحيح. يعني الكسر ممكن يبان في الوضع الاي بي بتاع الساق وممكن ما يبانش في اللاترال فيو، او ممكن ما يبانش في وضع الاي بي فيو بس يبان في الوضع اللاترال. وده بيبقى شائع في كسر بيبقى نوعه اسمه سبايرال. وبكده نكون اتكلمنا عن أشعة الساق وعرفنا ايه هي وتشريحها وامتى بنطلب الأشعة دي والأوضاع الأساسية الخاصة بيها. لو مهتم أكتر بفحوصات الأشعة يا ريت تدعمني بلايك واشتراك علشان توصل لك باقي الفيديوهات الخاصة بفحوصات الأشعة السينية. واستناني الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.